يعني لو هنتكلم على يعني الفريم وركس نفسهم هم شايفين الحاجات دي كلها ازاي. فيو شايفها زي رياكت، كل دول افكتس، الواتشرز افكت، كومبيوتد افكت، مش عارف ايه، هتلاقيها كده لو دخلت على السورس كود بتاع فيو مم. هتلاقي مليان افكت. كلمه مم. افكت او تايب افكت بيستعملوا في كل حته، فهو شبه رياكت في النقطه دي. بس هو اختار ان هو ما يكسبوزش ده للديفلوبر. انا اقعد اقول للديفلوبر افكت ومش افكت هو هيخاف مني. شايف ان ده الفيري لو ليفل فهو ف فقال لك لأ، أنا هاقسّم لك يعني use effect دي بتعمل حاجات كتيرة أوي صح، بتعمل كود يrun في الmount بس، كود بيrun لمّا حاجة تتغيّر، مم. ممكن كود يrun لمّا component تتعمل لها unmount. ف دي حاجات كتيرة أوي الصراحة. لكن في view لأ، أنا هاقطّعهم لك، أنت عايز كود بالظبط. يrun مرّة واحدة، ده الsetup نفسها، مش لازم تعمل حاجة معيّنة فيها يعني. عايز كود يrun على الmount ده عشان عايز تaccess element معيّن أو حاجة زي كده، أو window API أو حاجة زي كده. فماشي، اعمل on mounted function حُط فيها اللي أنت عايزه. عايز تrun cleanup code on before unmount حُط فيها برضه اللي أنت عايزه. خلاص، فهو بيقطّعها لك على حسب الuse case بتاعك، أنت عايز تعمل إيه. عايز تwatch في watch، وفي الادفانس فيرجن منها بقى دي بقى واسمها واتش افكت. دي بقى انت بتحذف فيها كل حاجه. انت بتقول افكت كده انت عايز تعمل ايه. والله عايز تسync شويه حاجات مع بعض، عندك رياكتيف فاليوز كتير مع بعض وعايز تخليهم يظبطوا مع بعض ويرفلكتوا حاجه معينه في الاي اي، بتعملها فيها. بس هي ما حدش بيستعملها كتير لان هي خطيره. اه يعني نفس خطوره الحاجات اللي موجوده في الرياكت. لو انت غلطت في الديبندنسيز مش هتشتغل زي ما انت عايز، لو انت غلطت في مش عارف ايه مش هاشغّل زي ما أنت عايز. بالرغم إن أنت مش بتبعت لها array of dependencies، هي بتعرفه لوحدها من الexecution بتاعها. يعني هي بتrun تقعد تجمّع، تقول ده reactive هاته معايا، ده reactive هاته معايا، فكأنها بتpopulate الarray وهي شغّالة فاهم. لكن ده ساعات مش بيrun بالطريقة اللي أنت متوقعها، لإن مثلًا لو أنت عندك if في النُص، بس أنت عندك حاجة reactive بعد الif، والif دي ممكن تعمل error return أو حاجة، اللي هييجي بعدها ده مش هيتلَم في الdependencies. فمش هترن. لو هو اتغير مش هيرن، فانت لازم تذكره في الكود قبلها. فانت مثلا لو عندك user.name وهو ref، هتقول user.value.name statement كده، هتسيبها عايمه ما بتعملش حاجه. عارف اللي هي الانتر ممكن يقول لك انت بتعمل ايه، انا بابا ما فيش حاجه بتحصل. انت بتجيب بتيفالويت فاليو وبعدين ساعات بتعمل كده فعلا في واتش افكت. بس عشان كده الناس بتستعمل واتش اكتر. كوتش افكت للكيسز اللي هي الناس اللي عارفه هي بتعمل ايه يعني. فاللي عاجبني في فيو ان هو ما بيصدرش كلمه افكت، يعني مش لازم تعرفها الا ما تحتاجها بالظبط. يعني فاهم يعني ايه ايوه 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 ودي مش هتحتاجها الا في اخر 10% مثلا لو عايز تعصرها يعني من حاجه. القصه ظريفه هنا يعني ان قبل ما الهوكس تطلع بتاعت رياكت كان كان دانا بروموف عنده بلوج مش عارف اسمها رياكتد ولا مش فاكر اسمها ايه. او reactive.io او حاجه كده. حاجة زي كده، مم. حاجة فيها React يعني. فلقيته عمل article عن حاجة اسمها algebraic effects. فأنا قُلت استنى بقى، الراجل ده بيتكلم عن إيه؟ فقاعد بقى بكوباية شاي والنفهم وهو بيحاول يعمل إيه، أنا مش فاهم. بعد كده لمّا طلعت الReact hooks في announcement قُلت يعني كل البحث ده عشان يطلّع لنا دي. فهي كانت بتreflect فعلًا البحث بتاعه بشكل كبير إن هي جاية over من reacted. background mathematical overreacted ف اوفر. انا حاسس الاي بي اي بتاع رياكت الهوكس بيماب اكتر للماثيماتيكال برنسبلز بتاعها، للماثيماتيكال افكتس والالجبريك افكتس والكلام ده. ما حاولش يبعد لها الخطوه الزياده ان هي لا طب نخلي الناس تفهمها ازاي فاهم هو. بس الناس شغاله بيها يعني هتتعلمها وخلاص. فانا يعني انا بالنسبه لي لما استعملت رياكت في الاول كنت ايام كلاس كومبوننت، فهي نوعا ما كانها مابنج للحاجات اللي في فيو، اللي هو كل حاجه اللي كانت يوز افكت الكبيره دي بتعملها لك روح اعملها يعني نوعا ما في التايم بتاعها. وبرده كانت لسه في نفس يعني ايه الكويستشنز بتاعت طب انا هعمل اي بي اي كول اعملها في الكومبوننت ديد ماونت الكومبوننت، يعني كان في برده ستيل كونفيوجن ولكن كانت مور انتويتيف اكتر. ولكن برده ستيل يعني المابنج بتاعهم او ايفالويشن بتاع الفريم ورك برده دي من الحاجات الانترستنج، اللي هو في ديسيشن خدناه عشان ناخد فاليو تانية اضطرينا نلوز حاجه معينه او نلوز الطريقه اللي كنا بنستخدمها بيه. فدي برضو من الحاجات الانترستنج برضو بصراحه على فكره الديسيشنز اللي بتاخدها الفريم وركس. هو في ديسيشن ممكن يعمل فراكشن، يعني زي ما كنا بنتكلم على الحلقه بتاعت فيو 2 وفيو 3، هو ديسيشن صغير ممكن يخلي في فراكشن في الكوميونتي او فراكشن في الناس اللي بتستخدم ده. بس ستيل برضو انت عندك تريد اوفس كتيره محتاج يعني تفاضل بينها وتشوف مين فيهم بيميك سنس اصلا للفيوتشر بتاع الفريم ورك نفسه. دي برضه بوينت صغيرة انا على
انا كنت زيك على فكره برضو، كنت انا كنت شايف ان بالنسبه لي اسهل لي ان انا افكر بالمنتال موديل بتاع الكلاس كومبوننتس اكتر. مم. يعني هم اصلا اللي هو الايديا اصلا بتاعه الفانكشن كومبوننتس ان هم يخلوا الكومبوننتس مور كونسايس، دي اول حاجه. وتاني حاجه ان انت تقدر تعمل في الهوكس دي، تقدر تعملها شيربل، يعني مم. شويه كده بيسز اوف هوكس تجمعهم بيعملوا حاجه واحده ليها اسم، وانت عارف خلاص هي دي حاجه ريوزبل اكروس كذا حته، بتعملها بتستاهل لوحدها وبتشغلها لوحدها وتقدر ترنها. مم. بالكلاس كومبوننتس كنت تقدر تعمل ده، يعني هو بالظبط. اون كومبوننت ماونتد باين او اون كومبوننت ابديتد مم. كومبوننت اماونت او حاجه زي كده، اه اللي هي الهوكس دي كانت هي خلاص لكل كومبوننت انت هتحتاج تعمل نفس بيعمل الشيء او نفس تكتب الكلام. نفس الحاجات. بالظبط. بلس طبعا الريزونينج اباوت الحاجات دي، انت هو عندك هو هوك واحد بير كومبوننت. مم. فانت اون كومبوننت ماونت هتحط فيه السيت اب بتاع السيرفيس، هتحط بس فيه التراكنج ايفنت اللي انت هتعمله، هتحط فيه يعني كل الحاجات هتحطها في نفس الفانكشن حتى لو هم ان ريليتد. مم. الهوكس بتخليك تعمل ايه يوز افكت واحده اللي هي الحاجات الريليتد ببعض، وبتعتمد على ستيت معينه وخلاص. بالظبط. هي مش سهله بس هي تحسها يعني مش عارف، يعني لو انت متعود على هي للاسف مش تيجي غير بالتعود، يعني انت بتحتاج تبقى متعود على يوز افكت واستخدامها وفاهم هي شغاله ازاي لما تشوفها. مم. علشان تحس ان الاي بي اي ده اجمل واسهل ان انت تريزون اباوت عن الاي بالظبط. بي اي بتاع الكلاس كومبوننت. هو ده نفس الرأي الناس اللي أول ما طلع كومبوزيشن اي بي اي، اوكي هو نفس الفكرة، انا عايز اشير شوية لوجيك كده. واللوجيك ده مع طبعا الرياكتيف بريمتيفز اللي هو الحل السحري، فالكومبينيشن نفسها لا بقت باور في فكرة نقدر نقول فانكشنال نوعا ما كود يعني، او فانكشنال بروجرامينج مور ابروتش يعني. فلا ميك سنس. انا شايفه بيرجع برضو لنقطه الكومبوزابيلتي بتاعت، يعني متهيألي في كلاس كومبوننت كان لازم تعمل يعني كل كومبوننت سيت اب لوجيك والتير داون لوجيك، يعني لازم تهندله مره واحده بالظبط. صح. لكن اه حاسس ان ما مش حاسس يعني هو كده مع يوز افكت او فيو في الكومبوزيشن يبقى، او فكره الهوكس او الكومبوزيشن يبقى ان جنرال ينفع يبقى عندي ميني افكتس كده بتير داون نفسها مع نفسها، فدي احطها فوق كاستم هوك، فبتنظف الكود بتاعك ان يبقى عندك كذا ايسوليتد بيسز وكلهم بيسيلف مانجوا نفسهم. انا حاسس بالظبط. ده بارادايم افضل بالاطلاق يعني ككود يعني. لانك تفتكر كل حاجه تعملها سيت اب وتير داون ككلاس كومبوننت كانت صعبه جدا. حتى في الاوبشنز بقى كانت رخمه، يعني في الاوبشنز بقى انت عندك اون بيفور ان ماونت واحده في فيو يعني، وعندك اون ماونت واحده. لكن انا دلوقتي في الكومبوزيشن يبقى لو انا عايز 4 هوكس اون ماونتد ممكن احطهم تحت بعض لو انا عايز. بس الحقيقه ان هم بيبقوا جوه كومبوزبلز تانيين، فكل واحد بيماونت يعني اون ماونت انا هعمل الشغل بتاعي ماليش دعوه بغيري، اون بيفور الماونت انا هشيل الشغل بتاعي ماليش دعوه بغيري. ده بص كويب ديفلوبمنت انا مبسوط ان احنا وصلنا وصلنا لهذا العصر الستيت للمرحله دي دي وان احنا بنكتبه في غيرنا تقاعد اه للشغل العصر الذهبي ده يعني. هي دي كمان حقيقه. البوينت التانية بتاعت ان يعني زي ما نجار كان بيقول، هو في الاخر انا كنت ممكن في افكت معين مثلا في كلاس كومبوننت انا محتاج احط اللوجيك بتاع 5 حاجات ان ريليتد لبعض. فنفس الكونسيبت برضو بتاع دلوقتي كومبوزيشن اي بي اي، انا اقدر افصل الكلام ده الكومبوزبلز، كل كومبوزبل فيها كومن لوجيك مع بعضه، مش محتاج افكر بقى الريليشن بتاعته بين الحاجات التانية، او دي يعني النيم بروبرتي دي تبع انهي حته من الكود، او انهي يعني بيس من اللوجيك في الكود. فبرضه عمل سيبريشن كده للتعاون مع اللوجيك. يمكن يعني انا بيرسونالي اول ما بدات كومبوزيشن بي اي اللي هو كنت متضايق عشان كنت بحب الداتا بروبرتيز، انا داتا انا اروح الحته ديت مش محتاج افكر نوعا ما التفصيله بتاعتها. بس باي براكتس هتلاقي لا انت قادر لو قسمت كومبوزبلز نوعا ما بير سيرفيس او بير لوجيك هتلاقي ان هو الموضوع بقى بيميك سنس. انت بتروح للكومبوزبل بدل ما كنت بتروح للداتا بروبرتي والكمبيوتر بروبرتيز والميثودز بتاعته، فكله بقى جروب في حته واحده. طيب احنا دخلنا في ساعة وربع يعني، بس انا لسه عندي حاجات عايز اقولها فخلينا يعني ايه نختم في النقطتين دول. هما ما لهمش خلاص يعني، اظن احنا دخلنا في تفاصيل بما فيه الكفايه يعني. فيو الى حد ما ان جنرال تحسه بيمبروف الدي اكس بتاعتك او بيخبي حاجات معينه عنك، بس اتقص انك هتكتشف ايه اللي كان مخبيه بعدين فاهم. فده حاسسها راننج لما ثيم لغايه تحتاج، ما هو دلوقتي ما هو برضه لما الميزه في تحتاج. انه اه لما تحتاج، يعني لانه زي ما حمدان قال كيسز كتير قوي انت ما بتحتاجش، يعني مم. 90 او يمكن اكتر من 90% من الكيسز انت هتحتاج الديفولت بيهيفير اللي هو اللي عامله لك بس سنتكس شوجر
سهل وبسيط وايزي ان انت تفكر فيه وتشيل الاوفر هيد ده من دماغك. اكيد، بس يعني انا برضه اخد الاكزامبل الاكستريم بتاعه. انا بتاع فيو كده كده فاهم. مش محتاج ادافع عنه، بس يعني اللي انا يعني انا مش عارف دي ملحوظه غلط ولا لا، بس انا حاسس ان رياكت يعني هو مينيمال اكتر بكتير من فيو، ما بيهندلش حاجات كتيره زي فيو، ما بيعنيش نفسه في حاجات كتيره زي فيو. والسايد افكت من ده ان الديفلوبر يعني زي ما قلنا بيخبط في حاجات كتير. انت هتخبط في الليسنرز، هتخبط في الستيت مانجمنت، هتخبط في البروبلمز دي كلها بدري قوي، بس في نفس الوقت هتكون رأي عنها، هتكون كون نوليدج عنها، صح، هتتعلمها. فده ممكن يرزلت انك تاند اب از بيتر انجينير ان جنرال. يعني لو رحت بعد كده لفيو انت عارف المشاكل دي، فلما تشوفها مش هتستغرب، صح. لكن العكس قد يكون غير صحيح. يعني ده اللي ممكن ملحوظه بشوفها فعلا في الناس اللي اشتغلت فيو من اول ما اشتغلت وما اشتغلتش فريم وركس ثانيه، بيبقى بيلاقوا شويه كونسبتس موجوده تانية. يعني ابسط حاجه مثلا، تعال نرجع لحاجه بسيطه زي رياكت اللي ما عندوش ليه بيخليك تستعمل سيترز دايما لما تيجي تغير ستيت. يعني ليه في فيو ستيت لازم استعمل السيتر؟ ليه ما ينفعش اغير فاليو زي فيو وتشتغل مع نفسها؟ عشان ديزاين تشويس بتاعهم هم اختاروا ان ما فيش رياكتيف بريمتيفز. فعشان كده هتضطر ان انت تفهم وتتعلم يعني ايه immutability، صح. يعني وانا متخيل انجينير، تخيل واحد لسه بيتعلم فرونت اند، فانت اول يمكن ساعتين خلاص فاهم رياكت وبيشتغل زي الكلام ده، تعال اكلمك على الميوتابيلتي والاميوتابيلتي. وده يعني سوفت وير انجينيرنج رخم مش سهل. بس يعني فانك تتعلمه انا شايفه ده هيطلعك ديفلوبر احسن. بس على الصعيد الاخر انا حاسس في ناس بتطلع بالدروس الغلط من الرحله بتاعت مثلا الخبط في رياكت بدري دي. يعني مثلا في ناس بتطلع تقول اذا الاميوتابيلتي احسن. لا، فاهم. درس ايوه غلط. ما هو نفس الفكره اللي هو ما احناش طالعين نتكلم عشان نقول في الاخر ان في الرياكت احسن ولا فيو احسن. ايوه اه بالظبط. هي مش كده خالص. يعني هي ديزاين تشويس هم اخدوه، فانت بقيت بتكتب كود ميوتابل اكتر بس مش اكتر. لكن فيو انت بتكتب كود ميوتابل عشان هم بيعرفوا يجمعوا الديبندنسيز ويعرفوا يعملوا الديفنج ويعرفوا ايه اللي اتغير فعلا من غير ما حد يقول لهم. يعني دي كونسيكونس من الديزاين تشويس، مش عشانها افضل. مش عشان الاميوتابيلتي احسن فعشان كده رياكت راح معاها. فاهم يعني. لا انت فاهم الموضوع بالمقلوب يعني. يعني دي حاجه بقيت بشوفها كتير وبتبقى بتاخد مجهود ان انت تقعد تانباك الموضوع ده. انت اللي هو بص على الفريم ورك شغال ازاي من تحت عشان تفهم ليه انت بتكتب كود ميوتابل. لان في الاخر انت ما ينفعش تعمل اب، يعني ما ينفعش تعمل آلة حاسبة الا لو عندك سايد افكت، صح. معنى كده سايد افكتس حلوه، صح. يعني يعني في ناس بيقول لك انت اعمل بيور فانكشنز ما فيش سايد افكتس عشان سايد افكتس وحشه. انت ما ينفعش تعمل آلة حاسبة من غير سايد افكت يا باشا، لازم حاجه تتغير في الاخر. هو اصلا مش ما ينفعش تعمل ابلكيشن له لازمه من من غير غير سايد بس افكت. افكتس بالظبط. ايوه بالظبط. انت فكرتني عامه بنفسي في الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. اول ما كنت بادئ بقى وكنت لسه بتعلم وبتاع وانا بتعلم رياكت وبعد كده جت ريدكس بقى في السكه. وبعد كده ايه ده، احنا بيور فانكشنز وفانكشنال بروجرامنج وخلاص. انا من كتر الجد البيع اللي كانوا الناس بيبيعوه انا طلعت بقناعه تامه ان الفانكشنال بروجرامنج دي اجمل هي حاجه في السيلفر الدنيا. بوليت. اي حاجه كلاس ولا بتغير الامبيراتيف كل ده عك وكل ده زباله. واكشلي انا رحت ابتديت اتعلم بقى هاسكل وابتديت اتعلم اسمها ايه علم انت قلت تاخد الريدكس. ماشي. الموضوع على انا اصوله رحت بقى. بجد دخلت كده في ديتور كده. وبعد كده حسيت ان انا انهكت ووصلت لمرحله ان انا بقاش حد فاهم انا بقول ايه وانا نفسي مش فاهم انا بقول ايه. خلاص لفيت ورجعت في الاخر خلاص البيزنسز مش هتشتغل فانكشن بروجرامينج من الاخر يعني عشان الموضوع مش بالسهوله ومش بالصوره الورديه دي برضو يعني. يعني كنت لسه بتكلم النهارده مع الناس عن النقطه دي تحديدا، فكان يعني اللي هو يعني بحاول الخص لهم المعضله دي كلها وبقول لهم انت تكتب كود ميوتابل عشان رياكت مش مديك تشويس تاني. انت ما ينفعش تعمل حاجه تانية، لازم هو نفسه ما عندوش alternative تاني. فما تقولش ان هي حلوه عشان كده. بس في نفس الوقت انا في فيو ساعات ببقى عايز كود يبقى بتاعي استعمل immutable mutations. ليه؟ عشان اكونترول الكاسكيد بتاع الرياكتيفيتي. انا مثلا عايز اغير بروب، فانا مش وممكن تتغير بارشلي، اوكي. فمشكله فيو ان هو بيعمل ديب رياكتيفيتي، يعني كل حاجه نستد بيقعد يخليها رياكتيف 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 رياكتيف.
فافرض انا مش عايز الكاسكيد ده يحصل، اقفله ازاي؟ ما ينفعش غير انك تعمل immutable API. مم. لان في نفس الوقت يعني مثلا هديك اكزامبل عملي شويه. في اللايبرري عندي في فاليديت انا عاملها، هي الاي بي اي بتاعها immutable رغم ان هي مم. فيو، يعني فبتديك الفورم فاليوز اوبجكت، بس مم. تحاول تغيره هتزعق لك، هتقول لك لا يا باشا في عندك فانكشن اسمها set values استعملها، لكن ما تغيرليش في الفاليوز على طول، مم. عشان اسباب كتيره. بس في سبب منهم ان دلوقتي لو انت بعت لي initial values object بعد كده غيرت فيه بعدين، انا مم. مش عايز الكرنت فاليوز تتغير، صح؟ مم. فده معناه ان انا لازم من الاول ان انا هكلون الفاليو دي تبقى immutable API، وبعمل كلوننج كتير الصراحه في فاليديت يعني. فكل ده عشان ما يحصلش رياكتيفيتي ليكينج، ان انا ما يبقاش عندي بروبرتي عشان هنستد جوه اوبجكت، نستد جوه اوبجكت، فهي لسه رياكتيف، فيقوم مم. واحد مغيرها بالغلط فتقوم ناتشه ايوه. معايا مثلا في مم. الفورم ستيت، لا. مم. فعشان كده بعمل ديب كلوننج وبعمل ديب يعني immutable API اكروس ذا بورد، عشان مش عايز حد يعمل ميوتيشن انا مش اوير بيه. لو انت مم. عايز تغير فورم فاليوز انت هتغيره ليه؟ في عندك سيت مم. فاليوز وعندك ريسيت فورم، لو مم. هتريسيت الفورم هعمل لك شويه حاجات زي دي، لو انت عايز مم. تغيرها لمجرد انك عايز تغيرها يبقى سيت فاليوز. مم. فانا كده بقيت فاهم اليوزر انتنشن شويه، فاهم قصدي؟ مم. ففي حالات زي دي انا عايز immutability فعلا، بس عايزها الاسباب دي، اسباب فاهم 1 2 3 انا عارف انا عايزها ليه، عشان هنا ما ينفعش mutable. مم. لكن في المقابل الناحيه الثانيه يقول لك لا احنا عشان الاميوتابيلتي احسن، او عشان السايد افكتس وحشه، او عشان مش عارف. يا عم مش كده، مش كده. طب ثانيه، الافريج فيو ديفلوبر اللي هو الديفلوبر اللي شغال بفيو، يعني ما بحبش فكره ان دي رياكت ديفلوبر وفيو ديفلوبر. مم. فالافريج يعني الديفلوبر اللي بيشتغل برياكت امتى هيخبط في، سبيشالي لو هو حد لسه بادئ، امتى هيخبط في يوز كيس يبتدي ساعتها يحس ان هو محتاج يتعلم اكتر او يقرا اكتر عن الاميوتابيلتي، ويعمل مثلا رياكت ديفلوبر ولا فيو ديفلوبر؟ فيو. رياكت فيو، انت اوريدي من الاول محتاج تخبط بتخبط فيه. ايوه فيها لسه فيها من الاول. اه. فيو اعتقد لو انت بدات تتعامل مع، ما عنديش اكزامبل كويس ليها صراحه، لان دي انا احتاجتها كلايبرري اوثر، لان انا ما انا عارف بتكلم ايه اللي في كده الناس اه. بتعمله غلط. لكن كيوزر عادي الناس هتشتغل في موديل صح، مم. وهتعيش حياتها. لكن مثلا تعالى لو انت عايز تتيك الكود بتاعك للنكست ستيب، مثلا هقول لك مثلا حاجه زي انا مش عايز الفورم بتاعي كل شويه احط في موديل في موديل في موديل. افرض عندي 20 فيلد، مم. عامل 20 في موديل صح، وديفاين مم. اوبجكت فيه 20 فيلد صح، دي مش حلوه. طب ايه الاي بي اي اللي احسن؟ ان انا اعمل كومبوننت ديكلاراتيف بديها نيم، وهي مم. بتبوبيليت الفورم كونتكست، فاهم؟ فشغال بقى بروفايد انجكت، وشغال بحاجات ادفانس شويه. فهنا هتخبط لما يجي الديفلوبر يعمل الحاجات دي، هيخبط بقى في الايه، في القصه دي. لكن طول ما هو راضي مثلا في موديل قشطه، فمش عايز يوبتمايز الورك فلو بتاعته، مش عايز يسرع البرودكتيفيتي بتاعته، فهو مش هيحتاج يعني. مم. فبقول الافريج ممكن بصراحه ما يضطرش يتعلم حاجه زي كده، الا لو شاف بقى مشاكل في الرياكتيفيتي. يعني لو عندي اكزامبل تاني، كنت شغال في روباستا، كنا شغالين على اي كوميرس، وكان عندنا الفلترز، برودكت فلترز، فلتر لك البرودكتس. مم. المشكله ان في كذا كومبوننت بيكونتريبيوتوا في الفاليوز دي. يعني انت عندك فاليوز بتسينك مع اليو ار ال، وبتفلتر وبتروح للكويري، لليوز كويري بتاعتنا مثلا، او حاجه زي كده الفيتشر بتاعنا. فدلوقتي انا عندي سايد بار فيه الفلترز زي امازون بالظبط، بس مم. عندي توب بار في فلترز بس ابسط شويه او اصغر، او مش محتاجين انفولفمنت كبير. فمثلا زي فوق عندي كاتيجوريز او كاتيجوري تاجز، مش عارف كولر، فاهم؟ حاجه زي كده. وهنا على اه الجنب برايس مينيمم ماكسيمم، اسمه فيه ايه، البراند اسمه ايه، فاهم؟ في حاجات هنا وحاجات هنا، يعني اللي فوق سبست يعني. اللي فوق سبس كلهم فلترز، بس دي مم. كومبوننت ودي كومبوننت. اوكي. فدلوقتي الاثنين ممكن يعدلوا على حاجات بعض. دي كانت مشكله صغيره، ان ممكن في نقطه تلاقي صغيره، ان يبقى فلتر هنا مش هو هنا، بس ريبريزنت بطريقه مختلفه. زي البراند مثلا، لو انا عايز براند هنا محطوط في مكان ما، وفي نفس الوقت ده لازم يبقى اوير ان البراند سيلكتد عشان يشيله من عنده مثلا لو هو مم. موجود، او حاجه زي كده، فاهم؟ فهنا احتجت immutability، لان انا مش عايز دي تغير في حاجات دول. فانا عايزه تقول بص انا عايز الفلترز يبقى شكلها عامل كده، وتديك الشكل الجديد للفلتر اوبجكت كامل، فاهم؟ يعني كانها تعمل ابلاي للتشينج مع نفسها، وتقول لك ده الشكل الجديد، سيت ستيت حرفيا، فاهم؟ مم. فيوم الكومبوننت البيرنت يبقى مسؤول عن التشينج ده يغير، ودول يبروبوجيتوا. لكن لو دي مم. غيرت على طول مع نفسها ميوتابل اي بي اي، يعني ريف مثلا قالت ريف دوت فاليو بتساوي كذا،
طب ما دي هتتضرب خلاص بالنار فاهم. ممكن الافكتات بتاعتها ترن وانا مش عايزها ترن. هو الاكزامبل هيبقى صعب من غير ما اوريه اكشلي للناس يعني بس انا جت ذا بوينت يعني فاهم قصدك فاهم الفكره. آم، في نقطة انترستنج في الآخر بقى دي اللي ممكن نختم بيها لو محدش عنده حاجات تانية. ملحوظة بقيت بلاحظها شوية في يعني كان في دراما مش عارف شفتوها ولا لا في الرياكت رياكت ابديت اللي هو 19 يعني حوار السسبنس والكوميونتي يعني كان متعصب فشخ يعني عشان تقريبا غيروا حاجة في ازاي هو بيريزولف الديبندنسيز ان هو بدل ما يعني لو عندك 3 كومبوننتس اسynchronous في السسبنس هو يريزولف الاولانيه بعد كده يريزولف الثانيه بعد كده يريزولف الثالثه ده التغيير اللي عملوه قبل كده كان الثلاثه بيشتغلوا مع بعض. مم. مش فاهم ليه السبب او ليه التغيير حصل بس هم كانوا بيقولوا احنا يعني من كده كده هم هيوقوا الكلام ده باك هم سمعوا الكوميونتي قالوا خلاص اهدوا مش هنعمل حاجه بالراحه ف... فقشطه يعني مش مشكله لكن في نفس الوقت انا في كلام كده اتقال حسيت سمعته قبل كده وفعلا لقيت نفسي سمعته قبل كده اللي هم بيقولوا دي شغاله كويس معانا وبتوبتمايز البرفورمانس التغيير اللي هم عملوه بيوبتمايز البرفورمانس عندنا في فيسبوك وعندنا في انستجرام وعامله شغل كويس جدا هناك. احنا مش فاهمين ليه هي بايظه عندكم لغايه بقى ما بداوا يتناقشوا ويفهموا المشاكل جت منين. مم. الكلمه دي سمعتها تاني فين في جراف كيو ال كنت بدور مم. على حاجه ازاي اعمل يونيون ما بين يونيون وانترفيس فقالوا لا ما ينفعش تعمل يونيون وانترفيس مع بعض فليه ما فيش سبب تكنيكال لان يعني جراف كيو ال كسبيك دي يقدر يريزولفها دي يقدر يفهمها عندنا حاجه اسمها تايب نيم اقدر افهم ده تبع ايه ولا ده مش تبع ايه. لكن المشكله اللي كانت موجوده ان هم بيقولوا احنا عندنا في فيسبوك ده يعمل لنا مشاكل في كذا وكذا 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 فمش هنحطها في السبيك. فانا هنا مم. هو انت بتبيلد لمين؟ اه انت ما هو بتبيلد يعني ديفلوبر ولا بتبيلد لفيسبوك ولا بتبيلد الديفلوبر بتاع فيسبوك رياكت. فانا حاسس يعني انا طلعت هنا زي برأيي هنا يعني وحابب برضو اعرف ارائكم في النقطه دي ان هم بيبيلدوا الفيسبوك رياكت فالسلبيات ان ده اللي بيبيلد له مش بيبيلد لك الحاجات اللي بتجي لك دي سايد افكت من ان هي كانت حلوه هناك لايكلي هتبقى حلوه هنا. ده اللي بيحصل مع شويه طبعا شويه اهتمام بالايكو سيستم وشويه اهتمام بالناس الموجوده يعني هم مش مطنشينهم طبعا. مم. لكن في نفس الوقت هم الحاجات دي جربت على يمكن اكبر ابلكيشنز على الكوكب فعندهم كونفكشن كبير ان الحاجات دي شغاله كويس فماشي حلو. ففيو اون ذا اذر هاند حاسه بيبيلد للديفلوبر مم. بس مفيش اب كبير نعرف اذا كان الحاجات دي فعلا هتفضل شغاله للسكيل ده ولا لا. غالبا في الصين وهم طبعا مع نفسهم فما نعرفش عنهم حاجه لان الصين كلها تقريبا بتستعمل فيو احنا ومحدش فيهم بيقول لنا. انا في ايه بقى يعني ما اعرفش ليه فيو بقى هناك ابن تحسها. عمنا ده ابن عمنا اللي عمله. تبعهم فتبنوه بقوه يعني وعندهم حاجه ما يشابه رياكت نيتف هناك عندهم حاجه شبه فيو نيتف بس انا وبيستعملوها في علي بابا وبيستعملوها في شركات كبيره بس ما نعرفش عنها حاجه مم. ما نعرفش نستعملها اصلا. اوكي. فيعني ما علينا يعني بس انا قصدي هنا ان ده باين في اللي احنا بنشوفه صح يعني فيو دي اكس بيركز فيها بشكل كبير حتى لو فكره موجوده في فريم ورك تاني بيستنى عليها ما بياخدهاش بيقول استنى كده ايه نشوف الناس هتستعملها ازاي هناك وهيبقى باترن حلو ولا لا وبعد كده نعمله عندنا برواقه بشكل حلو زي الهوكس حرفيا مم. اخد الفكره من رياكت بس عملها بطريقه مختلفه جدا واسهل في حاجات كتير. أم... بس اعتقد يعني دي النقطه اللي كنت حابب اقولها يعني فدي مقلقاني شويه خلتني انا كنت بحب جرافيك ال جدا يعني بس دي خوفتني شويه اللي هو ان لو هم مش شايفين انها هتفيدهم في فيسبوك او انستجرام مش هيعملوها فاهم فدي ممكن تبرنج الستاندرد ورا او تبرنج التكنولوجي المعينه دي ورا لان يعني انا بحب في الجرافيك يقول انه تايبت ينفع جنريت منه تايبس وخلاص يعني ده سبب الوحيد فلو طلع سولوشن تاني مينيمال عنه مثلا وتايبت وبيدعم كل اليوز كيسز دي غالبا هسويتش له يعني انا ايه اللي ومش انا مش باكد عايز باي بيج كومباني مثلا او كده يعني قصدك بس هو يعني لو هو هو بيبيلد للدي اكس اه البرايمري بتاعه الدي اكس يعني في تي ار بي سي باين او حاجه زي كده تي ار بس بي سي اه يعني مش عاجبني بصراحه يعني مش عاجبني بس فايه رايكم في النقطه دي هل دي كونسيرن وهمي انا اخترعته ولا هي حقيقة بس يعني بحس ان هي يعني
الجزء اللي هيحصل فيه كونفليكت ما بين مصالح الديفلوبر بتاع فيسبوك مثلا او مصالح الديفلوبر بتاع الشركه الكبير versus مصالح الديفلوبر بتاع الكوميونتي او الاوبن سورس او الشخص اللي بيتعلم او كده، هتبقى صغيره جدا، ضيقه جدا يعني. مم. هي طبعا مش حاجه لطيفه ان ده اللي يحصل، واحسن ان يكون الكوميونتي هو اللي بيبني الحاجه للكوميونتي، او الناس اللي بتبني الحاجه. الفريم ورك ده بيبقى للكوميونتي، لان هم بيبقى دايما في روم ان هم يسمعوا اي حد عنده اي يوز كيس او اي كومبلينتس مثلا عن الاي بي اي او الاستخدام او البرفورمانس. بس فبحس طبعا ان هو امن ان انت تبقى ورا الناس اللي بيبنوا الكوميونتي، بس في نفس الوقت الفلوس، يعني هل بياخدوا فلوس كفايه عشان يفضلوا يبنوا؟ دي المشكله دايما، انه فيسبوك يعني انت عارف ان هم هيفضلوا يشتغلوا وهيفضلوا يحسنوا في فيسبوك يعني. انما فيو، ما انت لو الناس دي مش سبونسرد واخدين، في ناس شغاله فيهم يعني كتير فول تايم على البروجكت وعلى البروجكتس الثانيه طلعت من نفس هو انت حاسسك بتلف حوالين الباص افكت، اللي هو لو ايفن يو اتخبط باتوبيس هنعمل ايه في فيو؟ بالظبط. ما اعرفش. بقول لك ما عنديش اجابه، ما اعرفش. ف اه احنا يمكن برضه اتكلمنا في نفس المقارنه دي، اقعد على موضوع اللايبرز. فاكر لما كنا بنتكلم على ان في لايبرز اللي هو باكت باي كومباني معينه، هتلاقي دايما التراست فيها يمكن من بره، حتى لو هي فيها دروباكس شويه عن حاجات تانية اكبر، عشان هو معروف ان دي يعني نوعا ما اللي بيسبورتها مش شخص، اللي بيسبورتها كومباني، فالكوميونتي نفسه يعني غالبا الكومباني لو ما وقعتش هتلاقي الدنيا لسه ستيل شغاله. انا عندي نفس وجهه النظر، ودي يمكن قلناها في اخر الاف جي اس. انا بالنسبه لي بحب في الفلوسفي بتاعي استنى اتاخر وهم هيحلوها كويس، فلما يحلوها كويس ولما يغلطوا انا هعمل الصح. فعارف الكونسيبت بتاعت الايه السكند وينر ده، اللي هو دايما بيفضل قاعد في السباق. عارف اللي هو لسه بكلم مع صاحبي على في مسابقه اللي هي بتاعت تور دي فرانس دي، انا خدت بالي ان الراجل التاني في السباق او الراجل التاني دايما اللي بيجري، هو ما بياخدش الهوا اللي بياخده الاولاني، ما بياخدش الخبطات اللي بياخده الاولاني، ما بياخدش هو محمي في الاول، يعني محمي في الشخص اللي هو يعتبر بيليد الكونتكست ولا بيليد التور. ف يعني حاسس ان دي الفلوسفي اللي فيو ماشيه بيها من الاول، يعني ماشيه تجمع الحلو من هنا ومع الحلو من هنا. يمكن ده كان الكومنت اللي مكتوب في تويتر بتاعت نجار اصلا، اللي خلتنا نوعا ما اللي هو تعالى تقعد نتكلم ونقعد نتناقش. فانا بالنسبه لي الفلوسفي دي منطقيه. بس برضو يعني ستيل انا يعني احنا برضو كنا بنتكلم في نفس البوينت بتاعت طب سيرفر كومبوننتس هتعمل ايه؟ طب هل هي الدايركشن المنطقي اللي تخلينا ندرايف نروح معاه؟ وقد ايه برضو ده هيعمل فراكشن في الناس اللي بتستخدم رياكت؟ فانا دي برضو يمكن مشكلتي، ان هو في قرارات ممكن تكون كبيره ممكن تعمل فراكشن، وهي زي ما انت قلت هو في الاخر سبورتد، او ده اللي بيميك سنس للكومباني. بس كده كده يعني اي ثينك مثلا حاجه زي فيو، هو جيت لاب بيستخدم فيو مثلا، واي ثينك هم هيفلي بيستخدموا فيو وهيفلي مايجريتد لفيو. معرفش ليه مثلا ما فيش كولابوريشن مع حاجه زي مثلا جيت لاب ولا علي بابا، الحاجات دي تطلع يعني يوز كيسز من بدري. يعني دايما بتلاقي يوز كيسز على مدار اكت في حاجات كبيره، اليوز كيسز بتاعت فيو بتبقى اقل. حتى احنا يعني في لسه مؤخرا كنا بنمايجريت او لسه بنمايجريت من فيو تو فيو 3، ما فيش حد بيكتب عن الموضوع، ما فيش حد بيقول لك انا خدت الاكسبيرينس منهم فروم اي تو زي ودي المشاكل اللي قابلتني فتعالى نعملها. يوجوالي هتلاقي الموضوع ده في رياكت محلول. فيمكن دي البروز والكونز، بس يعني رياكت هيتاخر شويه، يعني فيو هيتاخر شويه بس غالبا هيعمل صح غالبا. فيو يعني رياكت هياخد الستep ويقدر يفيريفاي دوت على ناس كبيره، ففي الاخر غالبا هتشتغل معاك. لو ما اشتغلتش زي ما كان الراجل بيقول هتلاقيها في ايدج كيس صغير قوي، ويجوالي انت ممكن ما تكونش اصلا محتاج تتاتش او محتاج ترجع لها. فدي برضه وجهه نظري عن الموضوع. اعتقد لا برضو انا بيبقى يعني مثلا فيسبوك بيبقى في اوريدي في الرياكت كور تيم، وفي سبلمنتري او سبورتنج تيمز. في ناس مخصوص بس بتكتب الدوكيومنتيشن، م. في ناس بتعمل بتكلم شركات كبيره تانية بيستخدموا رياكت اون برودكشن على يعني يو اي ابلكيشنز مثلا صعبه او هيفي او وات ايفر. يعني مثلا زي مثلا انا فاكر بالذات ده حصل اكتر اعتقد مع رياكت نيتف. رياكت م. نيتف دايما تلاقي فيه سكسس ستوريز او زي كيس ستاديز م. مع شركات كبيره عامله الموبايل ابلكيشنز بتاعتها باستخدام رياكت نيتف. اعتقد ممكن عشان رياكت نيتف اوريدي هي حاجه ريفوليوشنري شويه، ان انت م. تستخدم الويب فاندمنتال او الويب
اللي هي primitives موبايل ان ابلكيشنز. انت تبني موبايل ابلكيشنز للتو بلاتفورمز اي او اس واندرويد. فممكن ده اللي مخلي رياكت نيتيف هو اللي عليه حاجه زي كده. بس يعني لو فيو مثلا كان عامل حاجه اسمها فيو نيتيف، في الغالب ما كانش هيبقى فيه نفس البوش ان انت تبين او تظهر يوز كيسز او سكيلز ابلكيشنز بتستخدم تكنولوجي مبنيه بيها. سكيلز قد ايه، هاو بيج اوف سكيل يعني. ولما انت كنت بتتكلم عن حته ان الناس بتترست اكتر التكنولوجي اللي بتبقى باكد باي بيج كومبانيز، فكنت عايز اجامب ان وقتها واقول لك امال انت متخيل انجلر عايش لحد دلوقتي ليه؟ بالظبط. انا عندي مشكله كبيره مع انجلر جي اس عامه، اللي هو احنا دايما قعدنا نصيح في الموضوع ده في حاله المايجريشن، ولكن احنا مثلا كمست واج احنا رحنا مع انجلر جي اس بعنف علشان جوجل قالت لك احنا عندنا لونج تيرم سبورت وهنخرب لكم الدنيا وانجلر جي اس هو الجاي. وجي بعد كده قال لك بقول لك ايه، شفت انجلر جي اس ده ولا كانك شفته ارميه، هنعمل حاجه جديده وروح بقى شوف هتعمل معاه ايه. فاحنا اصلا احنا واحد من ضمن الاسباب اللي ساعتها خدنا الديسيجن بتاعنا احنا هنروح لفيو مش هنروح لانجلر، مع ان هو انت انجلر جي اس لما تروح لانجلر انا مش مترستك عامه اللي هو انت في لحظه ممكن تقلب. من قريب مش عارف سمعت ان هو بصراحه جزء كبير من التيم بتاع فلاتر هو الناس دي ممكن تاخد ديسيشنز البروجكتس حتى الكبيره اللي ممكن يكون كوميونتي بيرلا عليها وممكن بالنسبه لهم تكون اكسبيرمنت، انا ممكن ارميها واروح اعمل حاجه ثانيه. فدي برضو من الحاجات اللي هي برضو كونتروفيرشال شويه، اللي هو انت باصص لها منين؟ لو باصص لها من الزاويه بتاعت انا دي اكس وفاليو فهتلاقي نفسك بتروح لدايركشن تاني. فهي برضو ديبينس على اليوز كيس بتاعتك يعني. يعني احنا معديين وقت جامد يعني، بس يعني انا يعني في نقطة حتى لو ما اتكلمناش عليها متهيألي كده يبقى احنا برضو ايه مش بنعمل شغل كويس. اخر حاجة مثلا كان نجار اتكلم عليها في النص كده، قلت له خلينا نجيبها في الاخر. الايكو سيستم اللي هو انا عندي 20 لايبراري لاي حاجة في رياكت، بينما في فيو ممكن يبقوا 2 واحدة، فاهم يعني. تعالى مثلا فورم فاليديشن عشان دي حاجة انا عارفها كويس. في رياكت انا اللي اعرفهم معدين مثلا ال 10000 ستار ولا 8000 ستار 6 7 8، فاهم. فانت عندك تشويسز. لكن في فيو معديه 10000 ستار مفيش غير العبد لله العبد لله. التانيين في عندك فيوليديت وفورم كيت، لكن غير كده هم 3 التشويسز اقل بكتير. نفس القصه مع اي يو اي لايبرري. يعني فيو يعني دلوقتي كل يو اي لايبرري ليها الفريم ورك، ليها الباكج بتاعتها، ليها الحاجات بتاعتها. بس في فيو هتلاقي مثلا هو فريم ورك اللي عامل الديزاين بتاع مثلا الماتيريال ديزاين هي واحده اللي عاملاه كويس، فيوتيفاي مثلا او كويزر، او يعني ما عندكش تشويسز كتير زي رياكت. حاجه زي الستيت مانجمنت. في رياكت في تنوع افكار قوي جدا في الستيت مانجمنت. في عندك ريدكس، بعد كده الناس قالت لك يا بص على موبكس بيستعمل ميوتابل اي بي اي، وده انترستنج ان هو انتروديوس كونسبت الميوتابل اي بي ايز في رياكت. فالناس لو انت بتعمل ايه بعد كده عندك ناس زي ذا ستاند، ده حاسه هو الناس مبسوطه بيه اليومين دول. ما اعرفش في حاجه تانية ولا لا، بس يعني دي امثله بسيطه. عندنا كذا ستيت مانجمنت في رياكت. لكن تيجي فيو فيو اكس بس قفلنا على الكلام ده. في فيو 3 عشان فيو اكس تاخر شويه فطلع واحد تاني اسمه بينيا، بس اللي عامله ايوه واحد من بينيا. الكورتين امم انا ناسا عشان لو انا ناس. اسف والاي بس بي الناس اي مش عارفه. بتاعه بسيط جدا واتس فيري ايزي اند ستريت فورورد ان انت تعمل ستيت مانجمنت. يعني الموضوع مش صعب خالص. ما عشان ده المضحك، انت عارف يعني الناس تقول بينيا اسهل بكتير من فيو اكس. لو يا جماعه انت عشان تعمل ستور في فيو 3 مش محتاج حاجه سبورت كومبوزيشن كونست كاونت بيساوي ريف. يس بينيا بيراب ده عشان يخليه اكسسبل في الديف تولز بس. فهو مش محتاج يبيلد على كتير. لكن فيوكس كان فيوكس عمل ما كانش ينفع نشير رياكتيف ستيت ما بين كومبوننتس زي رياكت بالظبط في ايام فيو 2. ففيوكس كان بيعمل هيفي ليفتنج محترم يعني. لكن بس ستيل يعني فيوكس ديبريكيتد، بعد كده طلع بينيا وبقى هو ريكومندد وبقى جزء من الفيو ايكو سيستم. يعني انا مش حابب دي، انا مش حابب دي كفكره، ان كده انت بتقتل اي تشانس اوف منافسه. انا مش يعني كنت حابب بينيا يفضل زي ما هو كده، بس ايوه ريكومندد، بس مش تحت النيم سبيس بتاع فيو. اي حد تاني ممكن يعمل حاجه ضده يعني. فانا مش بحب الحوار ده قوي. بس في نفس الوقت فلسفه فيو تقع ما بين انجلر ورياكت شويه، صح؟ اللي هي رياكت بيقول لك انا هعمل لك البير مينيمم
خلي بقى كوميونتي سورت كل حاجه تانية يعني، حتى سابت لهم حاجه زي بشعه زي الستايلنج. انا شايف دي ما كانش المفروض تتساب بس يعني سابوها لهم الستايلنج الصراحه وكوميونتي كوميونتي قام بالواجب يعني. فبس في الحاجات هو التانية كان في اول ما رياكت تنوع طلع رهيب. كان بيسترس على حته ان احنا مش فريم ورك، احنا يو اي لايبرري، بس احنا يس بنهتم وي ار ذا في ان ذا ام في سي انت عارف انا فلو بتعصب من اول لاين من الحته المقارنات بتاعت اول مقارنه مثلا يقول لك انت بتقارن حاجه فريم ورك غلط اصلا، رياكت مش لايبرري وفيو فريم ورك، ما ينفعش تقارن الاثنين ببعض في الاول يا عم. يعني يعني عشان يعني وفي نفس الوقت اصل ده معناه ان في خط فاصل ما بين لايبرري وفريم ورك تقدر ترسمه لي، محدش يقدر يرسمه دي المشكله. بالظبط. فمش فارقه. وبعدين انجلر يعني انجلر بيعمل مش عارف ايه 900 ضعف اللي بيعمله فيو في كل حاجه في الحياه، ده مش فريم ورك ده فاهم، ده عالم لوحده يعني نصنفه ايه ده دلوقتي. فانا عاجبني المكان اللي فيو واقف فيه، يعني كان هو واقف مش في النص او مش في النص خالص. يعني لو احنا هنرسم سبيكترم هتلاقي انجلر في الاخر خالص وفيو رياكت في الاول هنا، يعني في الاول بالظبط. اول يمين هنا، لكن فيو مش في النص خالص. تقريبا مفيش فريم ورك في النص خالص، يعني كل الفريم وركس متجمعه الناحيه الثانيه، لان التشجيع الايكو سيستم انه يعمل حاجه كويسه، دي حاجه كويسه، ودي حاجه رياكت عملها حلو. حاجه رياكت عملها بشكل كويس جدا، ان الكوميونتي في تشويسز. في جانب سلبي للنقطه دي، ان انت دلوقتي عايز ستيت مانجمنت تخش بقى تسوق، فاهم، خش المول بالعربيه بتاعتك اقعد جمع بقى الديبندنسيز، فما عندكش كلير تشويسز تروح لايه لما تعوز كذا، تروح ايه لما تعوز كذا، فاهم. فهو سلاح حريه الاختيار سلاح ذو حدين، صح يعني. مش عارف في مثل كده بيقول لك عايز تحيره خيره، فاهم. يعني هو بينطبق هنا يعني بس هو المشكله يعني، بص انا هقول لك من البرسبكتيف بتاع ديفلوبر، ده بيحط عليا بقى هيدك من نوع اخر، او يعني ستريس بير ستريس من الديفلوبرز الاخرين من نوع اخر، اللي هو ان لو انا مثلا قاعد شغال في برودكشن ابلكيشن في الشغل بستخدم ريدكس مثلا، وعمال بسمع ناس بتتكلم كتير عن موبكس او عن حاجات تانية، ستيت مانجمنت لايبرري اسمها اكس مثلا، ف وكل الناس بتتكلم عنها مش عارف ايه، فانا بحس ان انا دايما محتاج اجربها واعمل بيها حاجه او استخدمها في الشغل. في ناس بقى الموضوع على حسب، في موضوع الناس بيوصل معاها اكستريم، لان هو يارجيو في الشغل ان احنا لازم نستخدم التكنولوجيا الجديده دي اللي احنا سمعنا عنها كويس، علشان هي بس احنا سمعنا عنها كويس ولازم نستخدمها في الشغل احسن من التول او التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها. فالمنتال هيد ده، او يعني التفكير الزياده ده والضغط ده ما بيبقاش موجود لو انا شغال في فيو. هم وان لايبرري او تو لايبرري بيعملوا نفس الشيء، ومفيش حد بيبيع حاجه اكتر من التاني، يعني هو دي ليها مميزات، دي مميزات الاثنين، وبيعملوا نفس الشيء ومتساويين، او حتى لو في اختلافات يعني. وانا عارف ان الديفلوبرز التانيين بيستخدموا نفس الحاجات، فانا مش فايتني كتير، مش حاسس ان انا عندي ميسنج اوت يعني، فانا محتاج دايما اجري. والحوار ده بيعمل في الرياكت ايكو سيستم بيعمل ضغط بصراحه، يعني مش سهل، بتحس ان انت مقصر، او بتحس ان انت في كتير محتاج تتعلمه، مع ان في الاخر هي تول بتعمل راوتنج، او تول بتعمل مثلا ستيت مانجمنت، بغض النظر السنتكس او الطريقه فلسفتها ازاي في جوه الرياكت ابلكيشن، يعني ازاي انت انتجريتها مع رياكت ابلكيشن مثلا، بغض النظر هي هتعمل نفس الشيء في الاخر. ورياكت اللي هو الري ريندرنج فيلوسفي بتاعه رياكت والالجوريثم بتاع الريكونسيليشن اللي بيحصل لما تيجي تري ريندر كومبوننت والسب تري بتاعتها، ما هو ده في الاخر ده الحاجه الواحده اللي كلهم بيعتمدوا عليها، او كلهم عارفين ان هي هتحصل، فبيحاولوا ازاي بيفكروا ان هم يوركوا اراوند ات. فالموضوع مش هو حلو ان في افكار جديده بتطلع وفي حاجات جديده بتطلع، بس في نفس الوقت برضه منتال اوفر هيد، انا بحسه بصراحه ساعات يعني. انا اول مره اسمع البرسبكتيف ده، وفعلا يعني انا شايفه منطقي، يعني صحيح الى حد كبير يعني. وفي نفس الوقت ده بيخلق كالتشرز مختلفه في كل فريم ورك. يعني في رياكت يعني زي ما انت قلت في بير بريشر، صح؟ لو ايه ده انت ما تعرفش ذا ستاند، لا يا باشا روح اتعلم ذا ستاند، فاهم، وتعالى لي، فاهم. بالظبط. مع ان ذا ستاند هي ريدكس، بس مثلا بدل ما تعمل ايوه الداتا فلو بتاعك واسع بتعمله على الدايره، ايوه بس هي ايوه نفس الشيء. بس ده تحسه حتى بيبلر المشكله. يعني هم دول بيحلوا ايه؟ الستيت مانجمنت. فانت يعني الصح انا اعرف يعني ايه ستيت مانجمنت، واعرف ليه احنا محتاجينه.
الحل بقى ما تفرقش كتير، مم. لكن فعلا لما تحس ان في solutions widely different بالشكل ده، وفي نفس الوقت ليها الفان بيس بتاع كل واحد، ليه الفان بيس بتاعته، يعني الموضوع بيبقى رخم. از اوبوست حاجه زي فيو مثلا، اللي هو ستيت مانجمنت بنيه، اتعلمت بنيه خلاص كلنا بنتكلم نفس مم. اللغه، كلنا بالظبط فاهمين بعض. بالظبط انجلر كلهم بيتكلموا نفس كل حاجه، فاهم؟ نفس الشيء بالظبط. اي انجلر ديفلوبر في اي مكان هيبقوا بيتكلموا بيقولوا نفس الحاجات. ده حلو، يعني تخيل، انا متخيل انه لو جبت واحد انجلر ما بيتكلمش، ديفلوبر انجلر ما بيتكلمش كلمه انجليزي، واحد انجلر ما بيتكلمش غير انجليزي، هيفهموا بعض، فاهم؟ يعني هيتكلموا يفهموا بعض. ف يعني ده برسبكتيف حلو قوي الصراحه، يعني وممكن الناس ما بتاخدش بالها منه الا يعني هو بيحصل لها لما تطحن، بس محتاجه خطوه مم. ريفليكشن كده عشان تقول ايه يا جماعه، ليه بتضيع وقت في حاجات مالهاش لازمه كتير يعني. بالظبط. انا آم، بحس ان مثلا الفيو ابلكيشنز، انت عندك 10 فيو راندوم فيو ابلكيشنز من العالم، او مثلا 20، هتحس ان هم بشكل كبير الاريا اوف سيميلاريتيز ما بينهم كبيره قوي، مم. فيرسس لو انت جبت 10 راندوم او 20 راندوم رياكت مم. ابلكيشنز، كل واحد فاريشن قوي بالظبط. بعيد قوي عن، احتمال كبير يبقى بعيد قوي عن التاني. واحد مم. معمول مايكرو فرونت اند، واحد معمول مش عارف مش عارف يعني بجد. الدنيا ما بتبقاش سهله. واحد ستايلد بستايلد كومبوننتس، واحد مم. مستخدم كلاس نيمز عاده وبيحطها وخلاص، واحد اسمه ده حاطط لك 3 سطور تيل ويند مم. علشان يستايل الابلكيشن. ف ايوه الفاريشن كبير. انا بالنسبه لي برضو يعني انا بحس ان هم تو برسبكتيف، يعني احنا نفس اللي احنا قلناه غالبا في موضوع فيو، اللي هو تحس هو في الاخر همه الديفلوبر هيحس بايه، يعني زي ما انا ركز على البرسبكتيف بتاع انا كديفلوبر حاسس بايه. انا حاسس ان انا في فيو هو في الاخر انا مش محتاج اخد ديسيشنز كتيره كل يوم او طول ما انا شغال. هو ديسيشنز كانها جزء منها شبه انجلر على موضوع الفريم ورك ان هي متاخده، بس برضو الفاليو الكبيره قوي اللي احنا يمكن كدي اكس مش حاسين بيها في رياكت، ان هو بيخلق فاريشنز كبيره، فالفاريشن دي هي اكشلي اللي بتليد التطور اللي بيحصل في الفريم ورك. التطور، ونوعا ما الناس بتسرق من بعض والناس تاخد من بعض. بحس ان هو الروم ان احنا نجرب وان احنا نشوف نوعا ما حاجات جديده وبرسبكتيف مختلف، هو ده اللي بيؤدي ان احنا في الاخر بنعرف نختار الرايت تشويس عشان نعمل دوت، وتلاقي الفريم وركس عماله تسرق من بعض الحاجات دي. ف... فبحس ان الجزء بتاع رياكت هو اتس مور اوف يعني ايه، كده كده فيسبوك بيعمل اللي هو عايزه، وبيختار بقى اللي هو سبست من الحاجات ديت، وبيسيب الناس تتبسط، واللي عايز يعمل حاجه بيعملها. بس في الاخر ده من بره كده كبيج بيكتشر، هو ده اللي مخلي نوعا ما الرياكت ايكو سيستم يوجوالي هو اللي بيليد نوعا ما الكوميونتي بتاع فرونت اند. يعني يوجوالي هو الحاجات المتطلعه الجديده هو اللي بيعملها. فيو نفس البرسبكتيف اللي احنا قلنا عليه، انا بحس ان هو انت عايز ايه يريحك انا اعمله لك، تعالى ناخد السبست اللي انت شايفها بالنسبه لك بتميك سنس. يمكن ده اللي عوض قاله من شويه، اللي هو في الاخر دوت بيبيلد للكوميونتي، فهو بياخد راي الكوميونتي الاول، ده بيبيلد فور الانتربرايز بتاعته وبيزيد عليه ويدرايف فيها الحاجات التانيه. ف فبحس ان كل واحد فيهم مركز على بوينت مختلفه، والاثنين ستيل مفيدين، كل واحد فيهم مفيد لناس معينه. ده مفيد للكوميونتي عامه، وفي الاخر هيسمع ان هو مفيد ليك، وده مفيد دايركتلي ليك كديفلوبر في الدي تو داي اكتيفيتيز يعني. في اكزامبل حلو الحاجه اللي انت قلتها الاخيره، اللي هو زي الفيو بيبيلد ان بابليك، مش مم. يعني مش فيتشر جديده يخبي عليها بعد كده يقول يا جماعه بصوا انا عملت ايه، فاهم؟ مم. مش زي رياكت شويه في النقطه دي. ففيو بيبيلد ان بابليك ان هو شغال يعني دي حاجه اي حد يقدر يكونتريبيوت ليها في ار اف سيز مفتوحه. اقترح فيتشر انت عايزها في فيو، اقترح سنتكس، اقترح اي حاجه. مم. في ريبو اسمها فيو جي اس اورجانيزيشن سلاش ار اف سيز، دي ممكن تعمل فيها الكلام ده. وفيها ناس بتقترح فيتشرز، وايفن يو بيشارك في الفيتشرز دي، يعني هو قبل ما بيعمل فيتشر بيقول انا عايز اعمل دي في فيو، وياخد راي مم. الناس فيها. في مم. فيتشرز هتقولي طب تمام، معنى كده ان هو بيدخل فيتشرز لو هو عايزها والفيتشرز الثانيه يعني شكل ديمقراطي بس، لكن لا، في فيتشرز هو عملها، زي مثلا حاجه اسمها مش فاكر اسمها ايه بالظبط، بس حاجه اسمها ريف ماكروز، عشان ما تقعدش تعمل دوت فاليو، فهو هيخلي الكومبايلر يعملها لك. ماشي. اوكي. وعمل الحركه دي، كان ده ار اف سي، ووصل ان ناس كتيره دعمته، فبيترقى الموضوع، فوصل اكسبيرمنتال، فقال لك ماشي هنترن اون باكسبيرمنتال فلاج، يعني هو وصل لكود. بعد كده لقى كميه فيدباك نيجاتيف، شالوا خالص، يعني مم. الفيتشر دي اوكي. اتشالت اكشلي، مم. وكناها باك عشان لقيناها مم. مش كويسه، لانها مم. مم. عملت مشاكل في حاجات كتير، فانا مش هذكر لانها تفاصيل في ازاي الناس بتتعامل مع الريفس. يعني انت بتتعامل مع الريف دوت فاليو، لو جوه كومبوننت يبقى كومبايلر هيشغلها لك زي الفل،
تيجي مم. تبعتها ارجيومنت لفانكشن مم. الدنيا باظت، ما ينفعش. اوكي لان فيعني بغض النظر عن اسباب التكنيكال حوالين ده، بس اللي عاجبني ان هو يعني مشينا ليفل فيريفيكيشن معين فيها، جربناها ما اشتغلتش شلناها، فاهم يعني؟ مم. مش اللي هو مم. لا يا جماعه اللي عايز يشغلها يفتحها، فاهم؟ الموضوع ما ده مشيش كده خالص. in public development مظبوط يعني. آه. بالظبط، فدي حاجه حلوه جدا في فيو انها مفتوحه. انت يعني السيت اب اللي هي بتاعت الكومبوزيشن اي بي اي، اول ما مم. اقترحت الناس كلها قاعده تقول دي موضوع غريب، وانا كنت داخل بقول انا شايفها غريبه فاهم يعني؟ أنا دخلت احط كومنت يا عم انا شايفها غريبه يا عم دي مش عارف ايه. بس دلوقتي بقيت عارف الميم بتاع العصفور اللي هو بياكل حاجه كده يقول لك ايه القرف ده، بعد كده ياكل واحده تانية يقول لك لا دي كويسه، فاهم؟ مم. ده اللي حصل معايا بالظبط في حوار السيت اب يعني. يعني ده شاهد يعني على الفلوسفي بتاعت ازاي فيو بيمبلمنت الفيتشرز بتاعته. بس حد عايز يضيف حاجه ولا احنا كده تمام؟ محتاجين حلقة تانية عامة. احنا بقالنا ساعتين دي يعني ولسه اسمها اتنين غالبا. دي ساعتين فخلاص. لو حد بيسمعنا يعني شكرا ان انت قاعد بتسمع عامة الساعتين دول. انا هقسمها حلقتين. ماشي ميك سنس. اسمها 2 هي فين؟ انا مش حاسس اه ان في كلين كات قوي يعني، ولا لو انت؟ لقيت انا هسمعها تاني، لو لقيت كلين كات فاهم هدخل صوت ولا يا جماعه انتظروا الحلقه الاسبوع الجاي بقول لك ايه، يعني الجو ده. هات مثلا انت بتسأل مثلا نجار وانا بسأل نجار حاجة وجابت نجار في اه الحلقة الجاية. to be هتبقى continued ميك سنس. بتاعت اسمها تطلع. اسمها كليف هانجر باين صح؟ اه بالظبط. كليف هانجر. بس اعتقد احنا كده تمام صح؟ حد عايز يضيف closing thoughts؟ في حاجات ما جبناش سيرتها بس كفايه كده مم. كفايه كده بتهيألي. بس بس لا يعني انا حاسس ان احنا تاتش برسبكتيف مختلفة وحاجات كتير. انا مبسوط انا الصراحه، انبسطت ما عامة كنتش جدا. متخيل ان انا هتكلم كل ده بصراحه. انت او انت جاي يعني تقول ان لي انا مش مش انا عارف لوحدي اتكلم يعني، عن ايه؟ اقصد شوف كلنا يعني المناقشه هتبقى طويله اه كده. بالظبط ايوه بالظبط. انا مبسوط جدا انك وافقت تيجي معانا، وانا كمان. وانا استفدت كتير من حبيبي البرسبكتيف بتاعك لانه برسبكتيف حقيقي، فاهم؟ مم. مش مزيف. واحد بيقول بالظبط. انا جربت فيو هلو وورلد وما عجبنيش، فاهم؟ الحوار ده، فانا بابريشيت الشانس دي، وان شاء الله ممكن لو عايز تيجي معانا نتكلم في اي حاجه برضه هنخلي ليها علاقه بيو ونتكلم فيها، فما بالظبط. تقلقش ان ان شاء الله. شاء مش الله. ماشي بس مع السلامه.